السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم راح يتناول كيفية تشغيل ماكينة الخياطة الميكانيكية خاصة للمبتدئين. راح نوريلكم شلون كيف تمشوه أولا على الورق قبل ما تمشوه بالخيط على القماش. اللي مازال مشتركش في القناة ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب او اشتراك او ابوني، وما تنسوش ايضا تشغلوا جرس الاشعارات لتصلكم فيديوهاتي اولا باول. يلا نبداو الفيديو على بركة الله. بالنسبه للمبتدئين كما قلت لكم، اول حاجه قبل ما تبداو تخيطوا على ماكينه الخياطه تسيو ديروا رسومات. هنا راني درت لكم شغل مستطيلات. هنايا هاهم اشكال مستطيلات، تبدا من هاد النقطه هذه وتكمل تنتهي عند هاد النقطه. كما تقدروا تبدلوا العكس من هاد النقطه تكملوا هنا شكل مثلثات. هذه تساعدكم انكم تتحكموا في مسار الخياطه، يعني خاصه اذا كنت اول خطره راح نديروا تبداو تشتغلوا على الماكينه، راح يجيكم الخطوط شويه في البدايه صعيبه. كي توالفوا على الورق مشحين تخصصوا القماش. عندنا هاد الاشكال اللي هي في البدايه سهله، هذه المستقيمه كما قلت لكم مستقيمه مع المثلث. كيما كاين هادو راكم تتبعوا على الرسمه تاعكم. كاين دي فوا وين ما تكونش الرسمه تتبعوا بالاسنان تاع لو بيد بيش. عندكم مثلا هاد الشكل، يعني تبدا مستطيل الاول والزاوج، هذا الاول والزاوج، بعد تكملوا باستعمال اسنان البيد بيش. عندكم هذا المائل الثاني، وعندكم هذا المنكسر، وعندكم هذا المنحني. يعني رسمت لكم في الاول، بعد تكملوا نتوما باستعمال اسنان بيد بيش راح نوري لكم ان شاء الله. كيما كاين هذا شغل دائره، تبداو من الاول وتكملوا هنا بديت نوسع وتستعملوا وتكملوا باسنان بيد بيش. راح نوريكم هادو كامل تطبيقا على الماكينه. كي راح نديروا هاد الاشغال هذه ماناش رايحين نركبوا الخيط لا العلوي ولا السفلي تاع لاكانيت باش ما نفسدوش لا ماشينه كودر تاعنا. واش راح نديروا؟ مثلا راح نبداو بسم الله بهذه هنايا. راح نبدا من هذه النقطه، دونك عيني راح تكون جوست على الخط، راح نغزر للخط، مش راح نتبع يعني الابره راح تمشي جوست فوق الخط. هنايا راح نهبط الابره كما قلت لكم باستعمال هذه اليد. هنايا ندورها ليا، نهبط الابره، نبلاصي الابره في هاد الورقه ونعفس على لابيدال. لابيدال نورمالمون نعفسوها برجلينا، بصح انني حطيتها لكم هنا لقدام نعفسو على هاد الاداه. راح نعفس ونتبع بسم الله. نسي ما نمشيش نخرجش على الورقه هذه، الخط اللي راني رسمته هنا نسي نتبعه كما هو. من بعد كي نلحق جوست لافان نسي نكمل بون. خرجت هنا لانه خرجت على الرسمه لانه الغرزه واسعه تاعي، دونك نخلي الابره داخله في الداخل وندور، نهز البيد بيش وندور باش نمشي لهذا المكان. هنا نسي نعدلها بسم الله. فوالا نحط البيد بيش تاعي ونسي ندور باليد باش نسوي على الخط تاعي. كي نحس روحي يعني جوست فوقو نبدا نكمل بسم الله. نمشي البدايه اذا غلبتني نبدا نمشي غير بالعقل، ليسونسيال ما نخرجش على الخط تاعي باش نحس بروحي راني متمكنه من وضعها في مكانها. دونك كيما نلحقوا الكوانه جوست نبدا ندور مانويال. فوالا كي نلحق جوست الكوانه كيما قلت لكم نرفدوا البيد بيش نخلوا الابره هابطه في الوسط وندوروا ونكملوا. هذا بالنسبه للمثلث. راح نكمل هذه الجهه بسم الله. اولا كما قلنا ندوروا كلكو بوين باليد، يعني ندوروا لهاد البكره اللي بيدنا ونكملوا بسم الله. بون هنا راكم تشوفوا راني خرجت، نعاود نسي نرجع بسم الله. في البدايه ما تسرعوش في الخياطه باش ما تخرجوش. سيوري ابل. فوالا تحسوا روحكم راكم قريب تلحقوا النقطه الاخيره تمشوا كلكو بوين بيدكم هكا وتخلوا الابره هابطه وتكملوا نفس الطريقه مع كل النواحي. دونك راح تشوفوا هنايا نوري لكم كيفاش مشات. وهنا راكم شفتوا كي كنت نخدم، هاني بديت من هذه النقطه هذه لهنايا،
راني مشيت جوست هنا شويه خرجت. شوفوا كيفاش هذيك الخرجه. غادي في الخياطه راهي تبان عيب في الخياطه. حنوريكم المكان اللي خرجت فيه تاني. كملت كاع حبست بلو بيد بيش تاعي هنايا، لانه كيما قلت لكم كانت الغرزه طويله دونك خرجت لي هنا. وشنو ميم خرجت لي هنايا. كي راح ندور كي نمشي بيدي نسي نعاود نعدل الدوره تاعي، نمشي جوست فوق الخط. كملت وصلت حتى لهاد النقطه هنايا. ومن بعد كملت هنا راكم تشوفوا كيف عاود خرج هنايا. دونك في البدايه راح تجيكم شويه صعبه هذه، بصح مع الوقت راح تتمكنوا منها. نفس الشيء اللي درناه مع هذه راح نكملوه مع هذا المستطيل. راح نتبعوه كامل بالنظر الى الرسمه اللي عندنا. كاين هاد الاشكال الاخرى اللي وريتها لكم هنايا. هذه قلت لكم هادو اللي هنايا قلت لكم تبداو تتبعوا هادو الشكل المستطيل، الخطوط هذه ولا هذا المنكسر قلت لكم تبداو ومن بعد تتبعوا باستعمال الرجل تاع الماكينه. واش راح نديروا؟ اول حاجه نحطوا البيد بيش تاعنا جوست على راس الرسمه تاعنا، ونبداو نهبطوا الابره، نبداو نمشوا غير بالعقل. بسم الله. نسيو ما نخرجوش على الخط. فوالا كي نحسوا روحنا لحقنا عند الكوانه نهبطوا بيدنا، نخلوا الابره هابطه ونطلع البيد بيش تاعي، نعاود ندور كيف نمشي الخط. الغرزه الاولى نديرها بيدي باش ما نخرجش. نكمل بسم الله. فوالا هاو جوست في الكوانه نخلي الابره تاعي هابطه ونكمل كاع هذا بهذه الطريقه. فوالا نسي نريقلها. بسم الله. فوالا نريقلها نحط في الكوانه جوست ونكمل بنفس الطريقه حتى نوصل اخر نقطه. انا مش حنكملها، كملوها نتوما. دوك نوري لكم كيفاش نكملوا هنايا. بسم الله. هنا راني خرجت. كي خرجت واش راح ندير مارش اغيير باش ترجع لي في نفس النقاط اللي راني خرجت فيهم. فوالا نقدر حتى نحل هذيك الخياطه ونعاود ندور ونكمل. على بالي نقول لكم دائما كي قريب تلحقوا الكوانه سيو تمشوا بيدكم. كون مشيتوا بالماشينه كيما راكم شفتوا هنا خرجتوا. دوك نمشيها بيدي في الاولى راني دايره مارش اغيير سي بور صح حبيت ترجع للور. راح نهبط الاخرى نشحها لقدام. فوالا ونكمل بهذه الطريقه. بسم الله. دونك هنا راح نحبس هنايا. راح نوري لكم كيفاش قلت لكم نكملوا باستعمال الاسنان تاع البيد بيش. هنا كما راكم تشوفوا هذه السنه رقيقه وهذه الخشينه. حبينا الخياطه تاعنا تكون رقيقه بجنب هذه، نحط البيد بيش تاعي هذه الحاشيه الرقيقه جوست هنا. دونك واش راح نتبع؟ عيني راح تكون على هذا الخط، مش حنخزر في الابره لانه الا غزرت في الابره راح نخرج. دونك عيني راح تكون هنا، يعني هاد السن هذه مش حتخرج على هذا الخط. حطيت البيد بيش هبطو، نهبط الابره بهذه الطريقه ونخيط وانا عيني على هذا الخط. بسم الله. دونك شتو راني او تخلي شويه نسي كيفاش نخرج. فوالا حتى نوصل للكوانه نخلي الابره تاعي هابطه وندور. جاتني حسيتها بلي ماشي جوست، نعاود نحطها قد كما كانت. نسي ندير دوره غرزه واحده اخرى بالك تجيني دوكا سوا قد هذه وندور. بسم الله. دونك هذه نكمل بها. ندور في البدايه ندور الغرزه ولا اثنين باليد ونكمل. بسم الله. دونك عيني راح تكون على هذا الخط هنايا. راح ندور بيدي باش نوصل للكوانه هنايا. نورمالمون وصلت الكوانه نخلي الابره هابطه ونكمل. هذه راهي واسعه دونك نسي نضيقها اكثر بيدي برك هكذا. نخلي الابره تاعي هابطه وندور. فوالا هاي بهذه الطريقه عيني على هذا الخط هنا. ندور نحط الغرزه الاولى بيدي ونكمل. بسم الله. نزيد غرزه اثنين وندور. بسم الله. بهذه الطريقه نكملوا كامل هذا كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني باستعمال هذه الرسمه راح نكمل نفس الشيء. راح نكمل سواء بهذا السن الرقيقه ولا السن الخشينه كيف نكملوها كامل هذه الخياطه. هنا راح نخلي هذه وراح نروح لكم للشكل المنحني. الشكل المنحني كيف
دونك راح بصح هذا راح نتبعو ابل. الا جاتكم صعيبه في البدايه، مثلا انا دوكا راح نستعمل هاد الرجل ولا هاد السن الخشينه، راح في البدايه نتبع غير بيدي باش ما نخافش نغلط ونطيح جوست كيما المنحني هذا اللي دايراتو. نبدا ندور ابل، خفت اني نغلط. نبدا ندور غير ابل باليد هكذا، نسي نمشي معاه جوست هكذا باش ما نغلطش. بسم الله هكذا بهذه الطريقه. راح تقولوا لي بلي الرجل هذه راح تخرج حاجه باينه لانه منحني، بصح راح نسي كيفاش يعني ما نخرجش عليه بزاف، نكون جوست معاه بعد بهذه الطريقه. فوالا هذا. اذا جاتكم صعيبه تقدروا تدوروا غير بيدكم اذا كنتم متمكنين. هنا راني مانيش جوست، راني خرجت شويه بما انه راهو. تكملوا بهذه الطريقه. راح نوريلكم ان شاء الله نفض البيد بيش نوريلكم نكون جوست ولا ما كنت جوست. هنا كما راكم تشوفوا الرسمه تاعي ها هي، تبعت بعيني على عيني كانت هنا باش ما نخرجش. راكم تشوفوا تبعت هنايا راني ابيبري قد هنا راني كنت نخزر في الابره. شوفوا وين طلعت. هاد الغلطه نورمالمون ما نرتكبهاش. نورمالمون الخياطه مش حتجي هنايا تجي تهبط. دونك ديما قلت لكم كي تكونوا راح نكملوا بالرسمه باستعمال هاد الاسنان، عينكم راح تكون على هاد الحاشيه هنا ولا هنا، ما تكونش عينكم على الابره. دونك هنا كي كانت عيني على الحاشيه هذه اللي هنا العريضه، راني جبتها عريضه هنا. كي ولات خرجت بعيني ولات على الابره. شوفوا هنا وين دخلت بها، راكم تشوفوا هنايا نفس الشيء كما درت هنايا. هاد الطريقه هذه يعني بعد ما تكونوا درتوا الخط المنحني ولا هذا الخط المستقيم والخط المنكسر، تروحوا لهاد المرحله اللي هي شويه اصعب من هذوك. المرحله كاع الصعيبه فيهم اللي تخليكم تتمكنوا اللي هي الدائره. الدائره راح نبدا سواء من البدايه ولا من الخلف. الدائره راح نتبع النقاط التوعي. الا ما كاش عندي النقاط نرسم الدائره تاعي الاولى ونبدا نتبع كيما نفس الطريقه اللي درناها مع الطريقه اللي سابقه. نرسم الدائره الاولى تاعي، بعد نبدا نتبع بهاد الاسنان سواء العريضه ولا الرقيقه. دونك نبدا نمشي بيدي في البدايه في الدائره. انا نفضل نمشي بيدي لانه شويه صعيبه الدائره. فوالا نبدا ندور غير ابل. معليش نشقى فيها ليسونسيال تجيني حاجه كيما راني باغيه. فوالا بسم الله. هاي بدات تخرج لي لانه الرسمه شويه كانت ماشي جوست. نسي كيفاش ندور نمشي مع هذا الرسمه قد ثانيه. راني خرجت على الرسمه الاولى راني نمشي مع الرسمه الثانيه وتكملوا. عفوا راني خرجت كي نحس روحي اني مانيش جوست نعاود نرجع قبل ما يهبط الخيط العلوي في الخيط السفلي باش ما يسحبوش. فوالا بهذه الطريقه وتكملوا. فوالا بهذه الطريقه وتكملوا. فوالا بهذه الطريقه. يعني عيني راهي على الرسمه. اذا ما يعني كملت الرسمه راح تولي عيني على هاد الحواشي هادو اثنين، سواء العريضه كي نحب العريضه سواء الرقيقه كي نحب هذه الرقيقه. راح نكمل يعني نكمل حتى اخر نقطه اللي راني حبتها هنايا. وكي نحس روحي فريمون تمكنت من هذه المرحله تاع الدوائر، راكم تشوفوا النقاط يعني. بسم الله نوريكم. راكم تشوفوا النقاط وين نخيط يعني تبعت الرسمه تاعي. كي تحسوا روحكم راكم تمكنتوا من هاد العمليات، تقدروا هنايا تبداو تشتغلوا على ماكينه الخياطه. ان شاء الله نكون افدتكم في فيديو هذا اليوم وما نكونش طولت عليكم وما نكونش ثقيل عليكم. اللي عندها اي استفسار او تعليق او افاده ما تنساش تكتب لنا في خانه التعليقات الموجوده اسفل هذه الشاشه.
وان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي بيج لايك، وما تنساوش ايضا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله لاكثر افاده. الى اللقاء.